الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي من قناة عيش حياتك مع أم علياء. كل عام وأنتم بخير. معادنا النهاردة مع الروتين اللي بنستناه كل سنة من سنة للسنة، روتين عيد الفطر. النهاردة عايزة أقول لكم إن أنا بدأت أصور حبايبي من ليلة العيد. ليلة العيد بالنسبة لنا بصراحة هو بداية العيد، وفرحة بقى ان انا بطلع لهم الشوكولاته اللي بكون جايباها من قبلها بكام يوم، بيكونوا فرحانين قوي. يعني عارفين انا ممكن لما الشوكولاته تيجي اديهم وقتها، بس بحسسهم ان يعني كل حاجه لها وقتها، وكل فرحه عشان تحس بيها بتبقى في وقتها. والالعاب بكون جايباها من قبلها وهم اللي مختارينها على فكره، يعني هم اللي بيروحوا قبل العيد بتبقى ليها فرحه ان هم يروحوا معايا يشتروها، دي فرحه لوحدها. وفرحه تاني ان انا اديلهم زي كده اما ليله العيد بعد ما يستحموا بقى يوم الوقفه بالليل ونقعد ننفخ البلالين ووزع عليهم الالعاب، او اديها لهم الصبح. المهم عبد الله هو النهارده كده تحس ان هو مدروخ شويه، مش قوي، مش في طبيعته قوي يعني. كان تعبان شويه. هو دلوقتي بيعمل معايا هو المونتاج، فالصبح بقى فضل نايم ما حضرش خالص فتره الصبح. هتشوفوا دلوقتي في التصوير ده اصلا جمانة جابت لي كريب اهو، بس انا هجيب كمان زي ما هي كل سنه طيبين يعني. وكل عيد وانتم طيب، وعيد اضحى عليكم عشان عيد الاضحى قرب يجي يعني بقى له يومين. وكل عام طيبين، يبقى سلموا له على المشترك. مشترك ايه؟ انا عارفه. بص هو عايز اقول لكم يعني ان ده عيد الفطر على فكره يا عبد الله. انت تعرف ان ده عيد الفطر؟ ده عيد الفطر. عيد الاضحى هو اللي جاي. هو بص كنت بصبره يا بنات النهارده لما ما انا عايزه اسمع العيد، انا ما سمعتش العيد. هو طبعا كان واخد بروفين وتعبان وكلام من ده، فنام مدروخ مش حاسس بنفسه. المهم بقى فقعدت اصبر اقول له بص عيد الاضحى قرب وان شاء الله تبقى كويس، وصحيك من بدري وتحضر زي جمانه وكده. ولكن هو بقى متاثر بالموضوع طول اليوم يعني. وهو بقى دلوقتي صاحي ومفوق معايا. احنا بالليل اهو بنعمل مونتاج اول يوم العيد الفيديو بعد ما خلصنا عشان ننزله لكم. المهم بقى جمانه بقى فضلت فرحانه بالالعاب، وعبد الله مش عايزه اقول لكم فرحان قد ايه اسمه ايه اللي انت شاري ده؟ اسمه ايه يا عبد الله؟ بندقيه. ايوه البندقيه او المسدس ده. البندقيه. انا بقى يا بنات كنت مرهقه جدا، يعني عارفين ليله العيد دي بالنسبه لي ببقى حاسه تعب 30 يوم متجمع مع بقى تجهيزات العيد والتنظيفات، وان انا بفرش والحاجات اللي انتوا عارفينها كل دي. كنا لسه فرشين بقى البيت انا وعلياء وعائشه ومسحنا وخلصنا. المهم قلت لهم هاتوا بقى الحاجات لما ارص الحاجات بتاعه العيد. بصوا بقى الحاجات دي مش بتاعه الضيوف، بتاعه الضيوف هتبقى تاني يوم هوريها لكم لسه. ده انا بحب افرح الولاد قبلها اللي هو يوم العيد بقى بالليل، بقعد ارص لهم بقى من الحاجات دي واجيب لهم اطلع شوكولاتات واطلع بقى الحاجات دي، واللي عايز يشرب معاها حاجه ساقعه واجيب لهم شيبسي، اجيب لهم الحاجات اللي بيحبوها هتشوفوها دلوقتي يعني. وافرحهم هم لان احنا بنكون سهرانين اليوم ده، يعني اللي بيبقى قاعد عشان مستني صلاة العيد، وفي اللي بيكون مستني بقى العيد يحضر فترة الصبحية حتى لو هو مش نايمين كويس يعني او منعوسين، فبيستاروا بقى يقعدوا ياكلوا من الحاجات دي وبفرحهم بيها قبل الضيوف نفسهم. وده سوداني طبعا اساسي عندنا حبيبي يا عبد الله. وجبت لهم بقى شيبسي وسبيروس باتس ده طبعا مش مقاطعه. عايزه تقولي ايه يا عبد الله؟ هتقول الاطعام كلها حلوه معانا طعم التوت ده. ايوه بص عبد الله بينصحكم بقى، بقول لكم كل الاطعم دي حلوه ما عدا طعم التوت اللي هو الموف ده فعلا طعمه مش حلو. المهم بقى ايه دي يا بنات كده طعمه حلو شويه. لا مش قوي يعني يا عبد الله، فعلا طعمه مش حلو. والكاندي بقى وجبت لهم لب وسوداني والحاجات دي اليوم يا بنات يعني. بتاعه الضيافه بقى بيبقى داخل فيها بقى ايه نوع فاكهه مش عارفه ايه كده يعني. هنشوف يعني كده. كملوا بقى معايا اليوم كله، احنا كده لسه ليله العيد. وفرحه العيد عندنا فعلا بتبدا من ليله العيد. يمكن فرحه ليله العيد نفسها والتجهيزات وخلاص وخلصنا وفرشنا بتبقى اكتر
من فرحة يوم العيد نفسها. يعني العيد بالنسبة لنا حرفيا من بالليل لغاية وقت صلاة العيد الصبحية كده، ده هو فرحة العيد بالنسبة لنا يعني. هنا بقى جمانة لبست والجو مطر بقى، يعني عايزة اقول لكم الشارع تحت طين والمدخل، وقاعدة اقول لها يا جمانة الكوتش جديد وما تمشيش في الطين وما تعمليش، بس ما حبيتش ازعلها بصراحة. وزي ما قلت لكم بقى هنا بقى ايه، عبد الله كان نايم بقى وزعلان، صحي بقى بعد كده زعلان، بس ما كانش راضي يصحى معايا خالص خالص. هنا جمانة نازلة بقى الصبح دلوقتي، خلاص المسجد هنا تحت هيصلوا، والفستان بتاعها كده عامله له كده بلورو بقى، ضايفه له لمسه كده، بصراحه شكله حلو قوي البلورو الجينز مع الفستان مع الجو اللي احنا فيه ده. هو الفستان اصلا قط كده مش نافع خالص للجو اللي احنا فيه ده، والكوتشي برضو لونه الفستان بالظبط، بس مش عارفه اجي في الكاميرا بقى ولا ما خدتوش بالكم. هنا بقى يا جمانة بعد الصلاه بقى يا بنات، والفتره بقى اللي انتوا عارفينها الصبحيه دي كلها، بيبقى بقى في اهل في التصوير مش عارفه اصور عشان بيبقى في ناس تانيين معانا، وما بيبقاش نافع ان انا اصور يعني، ما نكونش لوحدنا. فدلوقتي جمانة بقى حققت امنيتها، انا يوم العيد الصبح هجيب كريب. طب استني بالليل او العصر، لا هو الصبح على الساعه 10 كده جابت بقى المشروب كده، وراحت جايبه شيبسي، وجابت الحاجات اللي انتوا عارفينها اللي بتبقى عايزه تجيبها لوحدها، يعني تنزل هي تروح تجيبها لوحدها وتيجي، بتبقى فرحانه قوي كده. اكيد ولادكم كده على فكره، وانا عارفه الاطفال كلهم بيشتركوا في نفس الصباط يعني. بصوا هنا الفسيخ والرنجه يا بنات، دي من الحاجات اللي احنا بناكلها يوم العيد، يعني اكلاتنا كمصريين يوم العيد. اما ناس ممكن يعني ناس تقلي سمك، ناس تعمل فسيخ رنجة. يعني انا في اليوم ده قليت سمك بس عشان حماية طبعا ما بياكلش الحاجات دي، واحنا عملنا فسيخ ورنجة وده كده كان غدانا واكلنا في اليوم ده. بيفضل بقى ايه الرنجة بقى، اللي عايز بيروح يجي عليها، ببقى شارية مثلا شوية حلوين كده في التلاجة، وكل اللي بيجوع بيجيب رنجة ويسخن عيش وسلطة طحينة وكده يعني. هنا بقى الناس بقى مفروض خلاص جايين يعيدوا علينا اهلي بقى وكده، فانا بجهز برضو ضيافه كل شويه، يعني انا كل شويه بجهز الضيافه دي، حد جاي لنا بجهزها، تخلص مثلا بعض الضيف بظبط الدنيا واجددها، ونستنى بقى الضيف اللي بعده كده، وهكذا بنفضل بقى طول اليوم كده. وهو ده حبايب قلبي روتين يوم العيد. وهنا عبد الله كان فايق شويه ولبسته ترنج كده، ده مش لبس العيد على فكره، ما تصورش هو بلبس العيد، ده ترنج كده بيتي، وفاق شويه الحمد لله رب العالمين. وهو ده كان يومنا وكان روتيننا من ليله العيد لغايه يوم العيد كله، روتين سهل وبسيط. حبيت بس ان انا اشاركه معاكم واشارك معاكم اجواء العيد من عندنا. دي لقطات انا حنيت كده وانا بعمل المونتاج لايام رمضان بصراحه، لما كنت بصحى كل يوم كده اطلع اصور الشروق، واقعد اتابع بقى الشمس، بقى فيه متعة رهيبة انا وعلياء وعائشة. كل يوم نطلع في الوقت اللي هو بقى وقت الشروق نقول الاذكار، ونقعد بقى نتابع شروق الشمس وكده. بص بقى يا حبايبي، انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا جدا في الفيديو ده، ارجوك اسمعيني بقلبك قبل ما تسمعيني بودنك. عايزه اقولك مش عايزين نشد الفيشه مره واحده. يعني ايه نشد الفيشه مره واحده؟ كنا في موسم من اعظم مواسم العبادات، تراويح وتهجد وصيام وقراءة قرآن وختمات متعددة، واحيانا ممكن تبقى ختمة واحدة على حسب استطاعتك. المهم كان في فعلا عبادات الحمد لله، وفي قرب لله عز وجل. مش رمضان يخلص من هنا ونروح شادين الفيشه. هو ده بقى سبب انك بتتهدي مره واحده نفسيا وايمانيا، بسبب ان احنا خلاص صيام خلص، قراءة قرآن كله، في ناس بقى بجد بتشد الفيشه تماما. عايزين بقى لما بعد رمضان قدرنا نقف التراويح بالساعة وبالنص ساعة على حسب المسجد اللي بتصلي فيه، لو بتصلي لوحدك، وكمان في العشر الأواخر كنا تراويح وتهجد. طيب أنا إيه بقى اللي ممكن يعني يوقفني بعد كده إن أنا يبقى عادة ويبقى عبادة محافظة عليها على طول؟ قيام الليل. وعرفنا ان قيام الليل بيبدأ اصلا تبدأ من بعد العشاء لغاية قبل الفجر، كل ده وقت قيام ليل. يعني مش ملزمة لو انتي بتشتغلي تعبانة مرهقة ان انا لازم اصحى انام وبعدين اصحى صعب ومش قادرة اصحى، صليه قبل ما تنامي على طول، اجعلي اخر حاجة تعمليها حتى اقل شيء اقل قيام الليل ركعتين، وبعدهم الشفع والوتر ونامي، تبقى خلاص حاجة كده انت محافظة عليها وسنة ملتزمة بيها على طول. قدرنا نقف في التراويح، قدرنا نلتزم بالتراويح، وان شاء الله نقدر نلتزم بأقل حاجة ولو ركعتين قيام ليل، يبقوا كل يوم ثابتين معانا.
طيب الصيام صمنا ال30 يوم نقعد بقى مرة واحدة؟ لا، ده في وصفة نبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. عندنا 6 شوال تقدري تصوموهم من تاني يوم العيد على طول، تقدري تاخديهم اثنين وخميس، تقدري تاخديهم حسب استطاعتك، بحيث انك ما تفصليش من العبادة دي مرة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يا بنات بيقول لنا وصفات فعلا مناسبة لإيماننا ولعقيدتنا ولنفسيتنا ولتكويننا كله. فلو مشيتي على النهج النبوي هتلاقي نفسك ماشية صح وماشية تمام التمام. اتبعي بس الأحاديث النبوية وما ورد فيها وما ورد فيها من سنن ومن أوامر ومن نواهي، واتبعيها هتلاقي نفسك ماشية صح، ومش هتشتكي من اكتئاب بعد رمضان، ولا هم بعد رمضان، ولا إيماني نقص أنا مش عارفة كنت فين، كان نفسي أرجع زي رمضان تاني. ما هي في وصفات اللي هو الصيام بعد رمضان، واستمري على قراءة القرآن. مفيش حاجة اسمها قراءة قرآن بس في رمضان، مفيش حاجة اسمها الصيام بس رمضان. عندك اثنين وخميس القيام والتهجد مش لرمضان بس، لطول السنة. الله عز وجل يا بنات مش عايزين نكون عباد لشهر رمضان، عايزين نكون عباد لرب رمضان. ان شاء الله بإذن الله نستمر على الطاعة ونحفز بعض من خلال الفيديوهات اللي جاية ان احنا نبقى اقوى واقوى ونستمر على نفس العبادات. حبيباتي تقبل الله طاعتكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد سعيد عليكم، عيد مبارك عليكم وعلى كل أولادكم وعائلتكم وأسرتكم الكريمة. طلع بالفيديو ده أعيد عليكم وتابع معاكم روتين أول يوم العيد من خلال الفيديو ده. ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشتركي في القناة وتشرفيني لو أول مرة تزوري قناة عيشي حياتك مع أم عليا. وإن شاء الله بقى نرجع لروتيناتنا الطبيعية في الأيام اللي جاية. يمكن محتاجين تحفيز أكتر وأكتر، لأن بيبقى فيه كده بعد العيد شوية كسل كده ووخم. هنتابع إن شاء الله من خلال الروتينات في الفترة اللي جاية. لغاية هنا انتهى الروتين، استنوني ومن العايدين وكل عام وأنتم بخير حبيباتي ومحباتي من قناة عيشي حياتك مع أم عليا.